من الحاجات اللي كروشال جدا، او من الاسباب اللي في وجهة نظري اللي ممكن تأثر فعلا على نجاح او فشل اي ستارت اب او اي بزنس صغير بيبدأ، المبدأ بتاع ان انا هعمل كل حاجة بنفسي. او ان احنا لما بنيجي مثلا مع البارتنرز بتوعنا نتناقش، طب احنا هنعين مين، هنهاير مين، ايه البوزيشنز اللي احنا محتاجينها. الجزء ده او النقاش ده مهم جدا ان يبقى فيه عليه اتفاق، ومهم جدا ان انت تبقى حاطط في اعتبارك ان انت عمرك ما هتعرف تعمل كل حاجه بنفسك. لازم في الاخر تجيب حد يساعدك في حاجات معينه. ده اول سبب. السبب التاني ليه ده مهم، لان انت لما بتكونسيوم يور انرجي وبتكونسيوم عقلك وتفكيرك في تاسكس كتير جدا، انت الموضوع بيوصل لمرحله ان انت ما بقتش برودكتيف، انت ما فيش حاجه بتخرجها. الحاجه اللي انت عايز تبتديها بتبداها بس ما بتنهيهاش، مفيش ريزلتس بتطلع. وبالتالي ده بيأثر عليك نفسيا، انت بتبقى محبط ومتضايق وحاسس ان مفيش حاجه بتحصل، وحاسس ان مفيش تطور بيحصل في البيزنس بتاعك. وحتى على المستوى الشخصي انت بتحس ان انت، مش هقول يوزلس، بس انت حاسس ان انت فعلا مالكش، يعني مش حاسس بالانجاز. فبالتالي انت بقى عندك شكوك في قدراتك، وبقى عندك الهاجس بتاع انا واثق في نفسي ولا لا، طب انا هقدر اعملها ولا لا. وده ممكن يأثر على حياتك الشخصية ويضرك في حاجات كتير. علشان كده فكرة ان انا اعمل كل حاجة، واحنا بقى مش هنجيب حد غيرنا، احنا اللي هنعمل سيلز، واحنا اللي هنعمل ماركتنج، واحنا اللي هنعمل المنتج، ونروح نصنع في المصنع وننزل السوق نوزع على الناس. دي نظرية مش ناجحة، مش شغالة، ما بتشتغلش. دايما فكر ان انت تبيلد تيم يساعدك ان انت تنجح البيزنس بتاعك.